عندنا مثل سوري بيقول الله وصى بسابع جار. ولأنه أقرب جار علينا هو لبنان فقررنا نروح اليوم ناكل أكل لبناني. بس سوريا ولبنان كثير بتشابهوا بالأكلات. رح نروح على فطور مش على غدا. مرحبا عائلتنا. بعد ما جربنا الأكل الهندي والبولندي والمكسيكي والعراقي، اليوم الفطور رح يكون لبناني. أنا رح موت من الجوع، مشان هيك بسرعة أنت خلصينا من كثير جوعانين، ومارك له من الصبح بده ياكل نحن بنحاول نأجل له الموضوع بس مشان يذوق الفطور اللبناني. ايه والله ميمي جوعان كثير. اليوم الجو يا جماعة بجنن، ديك كيف عم نزخ عرفت. احنا مسكرين، مبين انه في شمس صح؟ نحن مسكرين بلورات بس مشان نسمعكم لأنه صوت سيارات برا عالي. بس قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا لايك وشير سبسكرايب، بنحبكم كثير. خلونا نبلش. جماعة هاي وصلنا على محل اسمه نور. الجماعة كثير ظراف ولطفة وخلونا نصور كل شيء، ورح نصوركم هلا كل الأكلات. عنده تشكيلة كثير حلوة، هدول الصحون في كفتة لبنانية وفلافل لبنانية وتبوري وكل هدول القصص اللي انتم بتعرفوها. يعني نحن طلبنا صحنين تشكيلة لنذوق الكفتة والفلافل، وطلبنا هنيك منقوشتين عنده زعتر وجبنة. هلا رح نذوقهم قدامكم ونقيمهم. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. والله كثير حلوة. هيك حاطط شيء بيشبه مثل الحصيري او هيك شيء كثير حلو الحال. يا جماعة من قصة الريحة بتشل، طلعت ريحة الفلافل هذه هيك الأصلية، الريحة الأصلية تبع الفلافل. رجعنا. رح احكي لكم لمحة بسيطة وسريعة بس قبل ما بلش لأنه أنا مت من الجوع. هي فلافل، مناقيش زعتر وجبنة زيتون طبعا. هي كفتة لبنانية، بعرفش إذا ضل منها شي، ما كله ساعة عم ياكل. وهي الصوص تبع الفلافل، أعطيني قطع لك يعني. أهم شي عندنا كاسة الشاي اللبنانية. شو بتشاهي؟ تمسكوا الفلافل، الصوص، بتطلع بتطلع صوت. طيبة؟ مكيف مارك مكيف. شو أنا بدي أجربها؟ ما بدها هيك، بدها هيك الشغل. اسمع بدي اللولة بتاكل خبز. بدي فل. طعميني فل. طيب. طيبين. البشر مثلي ما بيعرفوا طعم التمن، بيروحوا بيجربوا لي فلافل وما بعرف شو. واحد بيجرب اول شيء الجبني. رح يجرب المنقوش يا جماعة. بسم الله. شو بسم الله؟ اوه ماي جاد. دوقني. فيها هيك يا اخي طعم غريب مو طبيعي ما بتشبه. دوقوني. تبع الجبنه اسطوريه. هذول تبع الزعتر؟ الحشي هيدا الزعتر، هيدا من أمي من الجنوب. والله العظيم أنا عملت لي إياه وبعثت لي إياه لهون. يا عين سامعين؟ هيدا زعتر من جنوب لبنان جايبه. لأنه كثير سوريين بيجوا لهون بس مشان زعتر، بيقولوا لي يا عمي هاي أمي بتعمل لي هن بتبعث لي إياهم لهون. والله الله يعطيها العافية. زعتر بجنن على فكره. ليش تازة؟ لا والله أمي بعثت لي إياه من 10 أيام. يعني على طول تبعت لك على طول كل آخر الشهر. أنا بهارات الفلافل، بهارات الشاورما والزعتر كل آخر الشهر بيجي من لبنان. أنا بدي شمو. بس هيك زعتر. زعتر بلدي. هو مشبه. شمو. شو تغير عندك؟ شو عم تاكلي؟ كفتة. واو. شو كنت عم تاكل؟ حسني شو نقول كمان؟ حسني كل كيف؟ يا اخي الشعب اللبناني احتراف كفتة، اقسم بالله مو طبيعي ما اطيبها. جربوا بالخبزة. صوص الفلافل. وقعت الكفتة بالصوص.
اعمل لك سندويشة فيها فلافل وتغطى بهديك. رح اعلمكم كيف واحد بياكل فلافل على اصول. نحط اول شي الحمص هيك، بعدين بنجيب الفلافل اللبنانية اللي مشبعينها بالطراطور اللي بيجي مع الفلافل. هاي عم بمعسى، استني اعطيني فرصة طيب. صوت بس القرشة بس مو بالشرب. بعدين بنحط بندورة، بنحط شقفة مخلل، بنحط عليهم ملح هيك. واو بعدين بنحطهم هون. والله شي بيجنن. بعد في 3 صوصات هون ما جربناها، رح نجربها انا هلا. جربتها. طيبي والله طيبة اياها. طعمتني اياها ما عم طعم. بحط له بتم، عم بياكل بطاطا هيك جاي مثل المسلوقة مع المقلية، ما بعرف كيف بس كثير طعمتها طيبة. هاي أول مرة رح يجرب مار المسبحة. طعمته شوي غريبة عمار كأنه مش متعودة عليه. طبعا بين الحين والآخر لازم واحد يرجع لعشق الجبنة هاي اللي عم بتمط. يمكن بدي حط بلع بس عليها عشان ملح. طب. هاي الجبنة على فكرة بتشهي. مو طبيعي. طبعا شايفين المشكلة عم نحكي يعني لأنه غارقين بالطاولة. بحكوا ما نحكي كثير بكون الأكل طيب، بحكوا عم نحكي أكثر ما عم ناكل معناتها الأكل مو طيب. سندويشة فلافل عاشرة. أعطيني بس أنا مش بدي عم توصل أعملها. لتحت. لا بس كون خلصنا أكل بصير سوي فيديو. طبعا هذا المطعم عمره أكثر من 17 سنة بالفرانجلشتراسه ببرلين. رح احط لكم عنوان تحت وامتى بيفتح وامتى بيسكر. واطيب شيء واحلى شيء هون انه هذا الزعتر بتبعت له اياه الوالده من لبنان، خبرني هلا الزلمه، بتبعت لهم اياه كل فتره، بتبعت له هيك شوال كبير وبضل من الجنوب. من الجنوب شو في بالجنوب بلبنان؟ طرابلس يمكن بالجنوب. زعتر بلدي. قلت يعني الاكل اذا طيب يعني ما بترحمي حالك. ما عم أقدر أقوم. بعدين حكينا ما بدنا نعذب الزلمه يجي للصحون وهيك، فليا رح تعمل مسحه شامله للصحون هلا. أنا تاكل. انت عجبوك الاكلات؟ أنا هيك تاكل. شو أكثر شيء عجبك؟ مش عارفة كده. كلهم؟ طبعا هذا ظلم. ها انا الكباب اكلت وحدي، وهذا الصغيره شوف وين كله الكبابات هون صار كله اكل بالمار. الاكل كله طيب، بس الاطيب من هيك هو صاحب المحل اللي عملنا الوجبات على ذوقه، زبط لنا طاوله بتجنن. مثل ما خبرتكم هذا الزعتر اللي جاي من جنوب لبنان. طبعا لبنان مشهورين بالزعتر والتبوله، ما فيني اعد هلا شو مشهورين لبنان، ولا الكبه ولا الفلافل. وعداكم عن هيك عن الشارع المهم اللي هو ببرلين، هو شو اسم الشارع؟ فالكنشتاين شتراسه. مين؟ فالكنشتاين شتراسه. فالكنشتاين شتراسه. رح احط لكم عنوانه هون مع رقم الشارع ولهون. بكون خلص الفيديو. لا تنسى تحط لايك شير. وسبسكرايب. بنحبكم كثير. باي. It all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can